بتاعه علموهم الصلاه من 7 واضربوهم من 10. الموضوع ده ان لو ابني ما بيصليش انا من حقي ليا السلطه ان انا اضربه. بعد 10 سنين ليا السلطه اهو بحكم الحديث. الضرب في الاسلام ليه شروط وليه طريقه وليه احكام. فما ينفعش ان انت اجي تقول انا بعرف اضرب ابني. انا بشوف ناس بتضرب ابنها، ده لو واخدينه بيعذبوه، ده لو بيسحلوه في الشارع مش هيعملوا فيه كده. الضرب المفروض بيبقى بعصايه بسيطه وفي اماكن معينه، ومفيش ضرب على الوجه ومفيش احتقار وانت بتضربه. فيها حوارات كبيره جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نعلق الصوت، ما نضربش بيه، نعلقه بس. ليه؟ ما تجيبش اخر ابنك. لو ابنك ضربته واتلسع وخلاص عارف ان اخرك اللسعه دي خلصت، انسى بقى خلاص. ما تجيبش اخره. انما هو طول ما هو شايف الصوت فوق مش عارف بيوجع ازاي، مش عارف الوجع بتاعه. الشرط الاساسي اللي هو عليا علموهم من 7، من 7 ل 10، يعني هو عنده 7 سنين و8 سنين و9 سنين و10 سنين، بتقعد 3 او 4 سنين تعلمه. فاهم يعني ايه قاعد بتعلم واحد الصلاه في 4 سنين؟ انت يبقى ساعتها يا عم شوف شروط الضرب واضربه. انا ما اجيش امسك في ضربوهم من 10 بس، ما يجيش يمسك في حته بتاعت تضربوهم من 10 بس. طب وعلموهم من 7 فين؟ هل انت علمت ابنك ينزل يصلي؟ هل علمته ازاي يتوضا؟ هل علمته ان هو يتغلب على نفسه وعلى شيطانه والدنيا ساعه واقوم احنا اغلب الناس بتخاف تصحي اولادها، ومنهم الملتزمين كمان يخاف يصحي ابنه الفجر عشان الجو ساعه، او هو مش هصحيه دلوقتي ده خلاص قدامه ساعتين ويصحى للمدرسه. اصل جيت اصحيه لقيته تعبان فخفت اصحيه عشان ما يتعبش، عشان يبقى فايق للمدرسه. ايهما اولى؟ انا علمته ايه؟ انا علمته يخاف على مدرسته اكتر ما يخاف على الصلاه. علمته ان لو هو عنده دلوقتي درس مش مهم الصلاه، استنى ما تخلص الدرس، حتى لو الصلاه هتضيع منك.